السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأكل، مين ما بيحبش الأكل بمختلف أنواعه وطرق تقديمه المختلفة، سواء مشوي، مقلي، حادق أو حلو. وساعات بنحب نخرج بره المألوف ونجرب أكلات جديدة. فالنهاردة جبنا لكم أغرب الأكلات في العالم، واللي فيه منهم الغريب وفيه منهم المقرف، ده لو حابين تخوضوا تجربة جديدة. البيض أكلة جميلة تقدر تعمله بكذا طريقة، مفيد ومليان بروتين، وطبعا تقدر تستخدمه في عمل أكلات تانية. بس أهالينا في الصين كان ليهم رأي تاني وعايزين يبدعوا هم كمان، فطلعوا لنا باختراع بيض القرن أو بيض الألفية. وده بيبقى عبارة عن بيض بط أو فراخ أو سمان، بيتحط في خليط من الطين والرماد والملح والجير الحي وقشر الرز لمدة أسابيع أو شهور. العملية دي بتحول لون صفار البيض للون الأخضر الغامق، والبياض للون البني. ده طبعا غير ريحتها الجميلة واللي شبه ريحة الكبريت والأمونيا. طبعا هي طريقة مريبة لعمل البيض، لكن الصينيين لجأوا للطريقة دي لحفظ البيض بدل ما يبوظ. والوصفة دي بترجع لأكتر من 5 قرون. لو حابب تجرب البيض ده فممكن تاكله لوحده كمقبلات، أو غالبا بيتقدم مع التوفو وزيت السمسم وصلصة الصويا. الصينيين ما اكتفوش بالبيض اللي بيخمروه، لا ده كمان من حبهم في الطيور بياخدوا الأعشاش بتاعتهم ويعملوا منها شوربة. الأكلة دي تسمى بكافيار الشرق أو العش الذهبي، ودي من أندر وأغلى الأكلات الصينية على الإطلاق. الشوربة دي بتتكون من أعشاش طائر السمامة، واللي بيقدر يستخدم لعابه في صنع العش بتاعه على أي سطح تقريبا. عملية جمع الأعشاش دي عملية مرهقة ومكلفة، وبتتطلب مهارة كبيرة من حاصدين الأعشاش، وعشان كده بيوصل سعر الكيلو منها ل10,000 دولار، وسعر طبق حساء عش الطير بيوصل ل100 دولار. وغير استخدامه في الأكل فكمان بيدخل في صناعة مستحضرات التجميل، وبيرجع تاريخ الوصفة دي لعهد أسرة مينج، يعني من أكتر من 400 سنة. برضو من أغرب الحاجات القابلة للأكل واللي بتعتبر وجبات خفيفة ومقبلات هي الحشرات، وأشهر أماكن بتقدمها هي مطاعم شارع فانكو فوجينج في العاصمة الصينية بكين. والمطاعم دي بتقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الحشرات، وبتحتل العقارب غير السامة صدارة قائمة الحشرات اللي بيفضلها محبي هذا النوع من الأكل. لسه مكملين مع طبق غريب جدا، وهي أدمغة القرود. أيوة، أدمغة القرود، واللي بتتاكل بدون طبخ. بعد قتل القرد يتم انتزاعها بأداة حادة وأكلها، ودي بتعد من أغلى الأكلات في العالم، ومنتشرة في أجزاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. سمكة الفوجو من الأسماك السامة، واللي بتعيش غالبا في المحيطات، وعلى الرغم من سميتها الشديدة إلا إنها من الأطباق المشهورة في اليابان. بيستخدم 22 نوع من أسماك الفوجو في المطاعم اليابانية، والمطاعم دي بيكون عليها مراقبة شديدة من الحكومة لتجنب أي حوادث ممكن تحصل بسبب السم. وعشان كده الطباخين اللي بيتعاملوا مع السمك ده بيتم تدريبهم لمدة 3 سنين، وبيكونوا على درجة عالية من المهارة والمعرفة بكل تفاصيل السمكة. بسبب الطلب الكبير على السمكة والخوف من آثار السم، فتم إنتاج أسماك فوجو خالية من السموم عن طريق إبعاد الأسماك عن البكتيريا، وأصبحت بلدة أوسوكي معروفة ببيعها للفوجو الغير سام. بيتراوح سعر وجبة الفوجو من 150 ل 200 دولار، وعلى الرغم من سميتها الشديدة واللي ملوش علاج إلا إنها من أشهر الأكلات حول العالم. سمكة التونة من الأسماك ذوات الدم الدافئ واللي بتعيش في المحيطات. لحم التونة بيحتوي على العديد من الفوائد، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية زي الأوميجا 3. إخواتنا في اليابان سابوا سمكة التونة بكل فوائدها واعتمدوا عيونها كوجبة منفصلة بيتم قليها وأكلها، ويقال إن طعمها شبه لحم الأخطبوط. وبسبب الطلب الكبير على التونة انخفضت أعدادها بنسبة 80% مما كانت عليه من 30 سنة. نسيب آسيا ونروح لأوروبا وخصوصا فرنسا، وهناك في طبق غريب لكنه من أشهر الأطباق، ويعتبر الأكلة الرسمية للفرنسيين، وهي رجلين الضفادع. بيتم تناول ما يقرب من 4000 طن سنويا من أرجل الضفادع، وغالبا بتتقلى في الزبدة مع البقدونس، وبتتقدم في أفخم المطاعم الفرنسية. بسبب الطلب الكبير على الضفادع وعدم توفرها بشكل كبير محليا، بيتم استيرادها بأعداد ضخمة من فيتنام وأندونيسيا، وده بدوره بيأثر على أعدادها في الدول دي.
واللي في انخفاض مستمر. من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل تجارة الضفادع في فرنسا هي صعوبة تتبع مصدرها، وهل هي خاضعة للفحوصات وصالحة للأكل ولا لأ، مع الأخذ في الاعتبار إن الضفادع بتتغذى على الحشرات زي الناموس اللي بيكون حامل لأمراض خطيرة زي حمى الضنك والملاريا، وده بيهدد صحة مستهلكين الضفادع خصوصا مع تناولها باستمرار. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي عرضنا لكم فيه مجموعة من أغرب الأكلات في العالم. ابقوا قولوا لنا يا ترى مستعدين تجربوا أنهي أكلة فيهم؟ لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.